السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيدة ان شاء الله. انا رجعت لكم من جديد، عارفه راسي غبرت لشي ظروف وبعد يعني وحتى على حسب يعني تشجيعات كنبقى كنحط فيديو كنتكرفس عليه شحال وانا كنصور، وفي الاخر كنلقى يعني ناس قليل اللي كيشاهد الفيديو واللي كيتفاعلوا معاه. داكشي اللي كان خلاني انني حبست يعني واحد الفتره. المهم انا عاوتاني رجعت بطاقه جديده وبحافه جديد. نتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم ونشارك معكم بعض الوصفات اللي كندير كيف قلت لكم دائما واللي كنت كنشاركها معكم من قبل. روتينات ووصفات نتمنى يعجبوكم ونتمنى نكون فتكم ولو غير بشويه. المهم ما نطولش عليكم بزاف. كانت عندي واحد الكوموند ديال كيلو تقريبا ديال اللوز، كيلو وشي حاجه، المهم ماشي كيلو بالضبط. حاولت ما امكن نخرج منه هاد الشكيلات هادو اللي كتشوفوا، وقلت علاش لا ما نعاودش نشارك معكم هكا ونصور. صراحه توحشت بزاف دوك الاجواء التصوير، واخا يعني ما كنلقاش كيف قلت لكم دوك التشجيعات اللي كيحفزوني انني نزيد نصور، ولكن صافي غير كندوز واحد المده ضروري ما كيرجع لا عندي داك الحماس، كنقول ما فيها باس نعاود نصور. المهم هنايا انا راه كنت بديت وعاد يعني ناض فيا داك الحماس ديال التصوير، وقلت علاش لا ما نصور معكم ولو غير هاد اللقطات هادو. المهم كبدايه ومن بعدين ان شاء الله يعني نعاود نصور معكم كل شيء من الاول وجديد. بالنسبه لعقده اللوز انا خدمتها معكم مرارا وتكرارا في القناه، يعني تقلبوا عليها غتلقاوها موجوده ماشي مره ماشي جوج، والعجينه كذلك. يعني راني مشاركها معكم، تقدروا ترجعوا غير الفيديوهات اللي قبل غادي تلقاو الوصفه مضبوطه وبتفصيل الممل. هنا درت حريبلات كيف كتشوفوا، يعني عادي ما غلطش بزاف وما رقاقش. غادي ندير الحلوه ديال الساقيه، صراحه هي سهله وكتجي زوينه في الشكل ديالها. كتجي عاطيه المنظر ومطلوبه تبارك الله، يعني بزاف الناس كيبغيوها، فكنبدا بها هي الاولى. صافي هنا هذا اللوز انا قسمته باش يعني ندير تقريبا الحبات يكونوا قد حيت السيده باغيه يعني باغاهم مشكل وفي نفس الوقت يعني يكونوا مقادين. صافي هنا غادي نحاول ما امكن نحرب لهم، كنحيد داك الزنجر كيبقى ليا هكا لاصق، وغادي نديرهم في واحد اللاطه. عاد غادي نبدا كنفلحهم هكا من الوسط غير بواحد غير بالموس. حتى حلوه الساقيه راه يمكن سبق لي شاركتها معكم. صافي هنا كنبقى كنغطس داك الموس في الطحين وكندير ديك الحفيره هكا في الوسط، وكنحاول ما امكن نقاد داك الحربول باش كيجي مقاد، وملي كنبغي نقطعو يعني كتجيني مقاده. صافي غنبقى هكا مستمره حتى غنكمل لك الكميه اللي عندي. كنظن انا درت غير هاد جوج الحريبلات هما اللي درت صافي، والكميات الاخرين حاولت ما امكن نشكلهم. هنايا السيده اللي معايا جابت لي رازيطه باش نحلوها، وبغيت نوريها لكم. ربما تكونوا بغيتوا يعني لا بغيتوا نشارك معكم الطريقه ديالي في الرزيزه، فكتبوا لي في الكومونتير وغادي نحاول ما امكن نشاركها معكم. فراه كتجي ناجحه ورقيقه كيف كتشوفوا في الصوره، كتجي يعني زوينه بزاف والطريقه ديالها سهله. فتا انا صراحه فاش كنت بديتها بواحد الطريقه اللي كانت كتجيني صعيبه وكتجيني ثقيله في الخدمه ديالها، لكن مع المده ومع يعني المداومه ضروري ما كتلقى الحل لاي حاجه ودير يعني الحاجه اللي كتجيك هكا خفيفه. صافي هنا خرجت البسطيله لبرا المحل باش انها تباع في الفيترينا، وانا بديت هنا كنعبر دوك الكويرات هكا. كل كويره كندير فيها 16 غرام، حتى غندير واحد العدد اللي انا بغيته، وغادي نلبسهم هكا بالعجينه وغادي ننقشهم بالمنقاش. صراحه ما عرفتش داك المقطع كيفاش ما لقيتوش، واش تمسح واش ما كانش كيصور التليفون، ما فهمتش كيفاش. هنا غادي ندوز الحلوه المفلحه، راه معروفه وفيها اشكال عديده. حتى هكا كندير حربول عادي وكنبقى كنلبسو هكا بالعجينه، كنسدو داك العجين مزيان وكندير هكا كنفلحو بواحد الموس اللي كيكون ماضي من الاحسن موس ولا زوار. المهم انا عندي هذا الموس ماضي خدم ليا مزيان. صافي وكنقطع واحد القطعه وكنبقى كنعبر عليها باش كيجيوني الحبات مقادين. بصراحه حتى هاد الحلوه ديال المفلحه كتجي زوينه، يعني بالنسبه كيفاش كتكون شي كوموند اللي كتكون مزروبه، فكنحاول ما امكن ندير اشكال اللي كيكونوا ساهلين في الخدمه وفي نفس الوقت كيعطيو منظر مزيون. بالنسبه لهاد المفلحه انا درتها هكا مجموعه بحال الشكل ديال عين الجمل. كاين اللي كيديرها بهذه الطريقه وكيدير وسط منها لوزه. المهم انا خدمتها بهذه الطريقه هذه وكنجمعها من الجنيبات بالزنجلان. فاش كنطيبها كنفند داك المهم ديالها كنفندو في الزنجلان الابيض،
ولا في كاوكاو ولا في اللوز اونكاسي ولا يعني اللي بغيتو نتوما، ولا العقيق، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. الا كانت يعني حلوه ديال العروسه ولا ديال العرس من الاحسن تفندوها في العقيق. صافي كنبقى مستمره هكا. وهنايا لقيت راسي بان حتى الفيديو ديال الكعبه ما كانش تصور، داكشي باش بغيت نشارك معكم هاد اللقطات يعني كيفاش خدمت الكعبه. وتا الكعبه راني بطبيعه الحال راني شاركتها معكم شحال من مره، شاركتها معكم. صافي هنا كندير هذوك الحليبلات، يعني الا كانت فاش كتكون الخدمه راه كندير حلب هكا العجينه طويله، وكندير 9 الحبات 10 ودقه واحده، وكنبدا كنخدم. كتجيني ساهله هذه العمليه. صافي كنشكل لان الكعبه عندي مطلوبه يعني ما منقوشه ما والو، غير عاديه. كنشكلها يعني كيف كتشوفوا راه كتجي ساهله. وحتى العبار راه كنعبر يعني 16 غرام باش كتجيني يعني الحبه قد اختها. حتى فاش كتشكلوها يعني كيبان لكم بان الحبات مقادين. صافي كنستمر بحال ما هكا حتى غنكمل الكميه اللي عندي كامله. فهنا درت انا على ما اظن درت 5 ديال الاشكال. كيف قلت لكم بعض المقاطع راهم ما تصوروش، سمحوا لي حيت راني ما بقيتش مولفه التصوير، ما بقيتش مولفه داك البروتوكول اللي كنت مولفه دائما كنصور ونبقى ما عرفتش كيفاش واش صونا ليا التليفون وما بقاتش يمكن الكاميرا. وهنا عندي اللوز اللي كنقبطو كنفسخو بطبيعه الحال وكنطحنو، وكندير له شويه ديال النكهه ديال البيستاج ومعلقه ديال زيت الروميه هكا شويه. كنديروا بلاستيكه مزيان وكندخلوا الفران حتى كيتقرمل. عاد من بعد كنزيد عليه شويه ديال الكليكوز وشويه ديال الناباج. وحتى هاد الطريقه هذه راه سبق لي شاركتها معكم، المهم انا عطيتها لكم هنا باختصار راه واضحه. صافي كنعمر بها ديك الحفيره، وكان بعد ما طابت لي الحلوه بطبيعه الحال صافي وكنبقى كنقطعها. لان اللوز هنا انا راه عندي مكرمل، كنقطعها هكا واحد القطع اللي كيكونوا متساويين. فكيف كتشوفوا يعني الحلوه الساقيه راه من اسهل ما يكون. وهذيك الحلوه اللي شفتوا معايا كنت كنعبر ديال يعني هكا كنقشها بالمنقاش. صافي والشكل الاخر اللي بواحد المرشم حتى هو راه سبق لي شاركته معكم. هادو هما الشكيلات اللي انا درت عند السيده. وكيف كتشوفوا راه ما كانش عندي الوقت كتير. السيده كان طالباها مزروبه، يعني خدمتها في الصباح، في العشيه طيبتها داكشي باش الكعبه شي شويه بحال تنفخات، ما جاتش يعني كيف كتعرفوا الكعبه يعني كتبغي على الاقل تبات. وحتى دوك الحلوات د اللوز كيف شفتوا راهم تحلوا واحد جوج بياسات، لان الحلوه د اللوز ضروري انا كنفضل انها تبات كيف ما بغات تكون. الا هاد الحلوه الساقيه ولا الحلوه ديال المرشم هي يعني اللي اللي ماشي واخا ماشي ضروري انها تبات ما كديفورماش بزاف. اما الحلاوي د اللوز كاملين فضروري ما كنبيتهم باش كيبقاو في لا فورم ديالهم كتبقى مزيانه. صافي هنا دهنتهم كاملين بالناباج ودرت ليهم العقيقات. فكنظن ما باينينش بزاف في الفيديو، كلهم زوقتهم هكا بالعقيق. وهادو درتهم في كويغطات ودرت لهم الزنجلان هكا من الفيمين ديالهم. صافي والكعبه خلاص راه ما كانت فينا ما والو، فات هي ستفتها هكا بجنيب. وكانت هذه هي الكوموند ديال اللوز ديال السيده، كيلو د اللوز وقيله وربع على ما اظن. مابقيتش عاقله بزاف لان الفيديو صورته شحال هذا. ودابا يلاه كتب نحطو لكم. كنتمنى تشجعوني، كنتمنى نلقى الدعم ديالكم كيف ما انا بغيت باش نزيد انا نتشجع ونصور معكم. وحتى هنا ما بقى لي ما نقول لكم الا اللقاء والى فيديو قادم بحول الله.